وفري وقت ومجهود وتعالي نعمل مع بعض الجزء التاني من تفريزات رمضان. النهاردة هوريكي أفكار كتيرة جدا تقدري تفرزي بيها الفراخ بتتبيلة خطيرة وسهلة وبسيطة. ما نجيب معلقة كبيرة من بهارات الفراخ ومعلقة كبيرة من بهارات المشاوي وسبع بهارات، هي دي البهارات الأساسية. بصل بقى وطماطم مفرومين، عندنا وراك بقى غسلينها كويس جدا ومنشفينها وما فيهاش ولا نقطة مية. هبدأ كده أقسم الورك لاتنين، يعني هعمل الدبوس لوحده والورك التاني لوحده، هقسمه على أكلتين. وهجيب بقى بولة وانزل فيها بالبصل المفروم والطماطم والبهارات اللي احنا عملناها مع بعض، هي دي البهارات اللي هتكمل معانا آخر التتبيلات اللي احنا هنعملها. وبدأت إن أنا أتبل تحت الجلد كده ومن جوه ومن بره بنفس الشكل. تقدري تقسمي الكمية دي على اتنين على حسب أعداد أفراد أسرتك. بدأت إن أنا أحط كده الوراك كده في كاس الفاكيوم، بتسهل عليا التخزين جدا. وبدأت إن أنا أقفله كويس جدا، والدبابيس نفس الطريقة تبلتها من جوه ومن بره. مش عايزة أقولك ريحة التتبيلة خطيرة. هاتي بقى كاس الفاكيوم كده وابدأي حطي فيها الدبابيس بالشكل ده. ادي تاني اكله معانا، يعني انت كده عملتي اكلتين من اللي وراك. وتالت وصفه معانا هي فرخه مشويه. طبعا اول رمضان بنبقى عايزين نعمل فرخه مشويه جنب شويه محاشي، غسلينها كويس جدا ومصفيينها وما فيهاش ولا نقطه ميه. بنفس التتبيله بدات اخد كده من تحت الجلد ومن جوه. مش عايزه اقول لكم بقى في طعم المشويه بتبقى خطيره ازاي. وبدات احطها كده في كيس فاكيوم وقفلتها، ودي كانت تالت وصفه معانا. طبعا عندنا كبد الفراخ، غسلينها كويس جدا بالملح والليمون والدقيق. وبدأت ان انا صفتها خالص ما فيهاش ولا نقطة مية، وقطعتها كده قطع مكعبات جنب رز بسمتي بقى بالخلطة تجنن. وعندنا بقى تتبيلة التوم الخطيرة اللي احنا عملناها في التفريزات، ارجعي للفيديو. وبهارات كبدة، وكده تبقي تبلتي الكبدة معاكي وتقعد معاكي في الفريزر لمدة 3 شهور. طبعا كده حطيتها في اكياس فاكيوم وبدأت ان انا قفلتها كويس جدا. رابع وصفة معانا عبارة عن كوباية من اللبن او الزبادي، عليهم معلقة خل، وحطيت عليها نفس البهارات ومعلقة من دبس الرمان، وقلبتها كويس جدا. عندنا صدور فراخ مغسولة كويس ومتصفية ومفيهاش ولا نقطة مية، بسمك 1 سنتي، هعملها مشوية، يعني دي تتبيلة البانيه المشوي. خامس وصفة معانا شاورمة الفراخ بنفس البهارات ومعلقة من دبس الرمان، وقلبيها بقى كويس جدا وكياس فاكيوم وحطيها في كده في الاكياس، واقفلي عليها كويس. شايفة بقى الجمال والنظافة بأسهل وأبسط طريقة. عندنا سادس وصفة بقى اللي هي الشيش طاووق المشوي، تقدري تعمليه من الصدور وتعمليه من الوراك. دي وراك مخلية انا غسلاها كويس جدا ومقطعاها مكعبات. بولة بقى وانزلي فيها بكوباية من الحليب ومعلقة من دبس الرمان والبهارات بتاعتنا المشويات، وبعد كده معلقة من الزيت. وبكده تبقي تبلتي احلى تتبيلة للشيش طاووق. برضه هنحطها في اكياس فاكيوم باسهل وابسط طريقة، هتعملي احلى شيش طاووق. انا هنا قسمت الكمية على 2، وهوريكم هنعمل بيهم ايه في الوصفات في رمضان مع بعض. هاتي بقى بولة وفيها كوباية من الزبادي، وبعد كده ننزل عليها بنفس البهارات، وهنقلب بقى المكونات دي كويس جدا. لو لقيتيها تقيلة هتحط لها معلقة من المية، بضاية بقى وملح وفلفل اسمر. الخلطة بتكون سميكة كده عشان لما ننزل بالبانيه تبقى ثابتة عليك وتاخدي احلى كفر للبانيه. عايزة اقولك هتعتمدي الوصفة دي، غطيها بقى بالاسترتش راب وسيبيها في التلاجة لمدة يوم كامل. وعندنا كوباية من البقسماط، كوباية من الفيجيتار، معلقتين من الدقيق. تاني يوم بقى هاتي بقى البانيه بتاعك كده وانزلي بقى في التتبيلة. شايفة بقى الخلطة ثابتة على البانيه ازاي، واضغطي عليها كده. اهم حاجة الخلطة البقسماط والفيجيتار تبقى ثابتة عليه كده. شايفة الجمال والحلاوة. عندك بقى اكياس تلاجة كده وطبق اللي هو بتاع التخزين ده او التفريز، وابدأي بين كل طبقة او طبقة حطي كيس تلاجة. هنا بقى بقولك ده طالع من الفريزر، بطلعه على زيت سخن مش مولع، على درجة حرارة هادية، بيطلع معاكي باللون الذهبي الخطير ده ومستوي. وفري وقت ومجهود وقومي اعملي تفريزات رمضان الجزء التاني. ويا رب اكون فدتكم في الفيديو ده، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم.